مباراة العودة كسب هناك واحد، وبالتالي المباراة هنا إلى حد ما هتسهل الأمور بالنسبة أو تبقى سهلة أكتر من المباراة الأولى. عايز أسألك على موسيماني. يمكن في مباراة وادي دجلة تعادل 0-0، البعض ممكن ابتدى ينتقده بشكل قوي بسبب المباراة دي. رأيك في فكرة الانتقاد لموسيماني في التوقيت ده إيه؟ لا هو يعني هجوم غير مبرر، انا بكلمك بامانه. الراجل عامل شغل كويس جدا. يعني هو لما جه بعد فتره، وهنقولها تاني ان هو جه بعد ما فايلر مشي، كان عنده ماتشات صعبه جدا. وعلى فكره يعني انا يمكن من الناس اللي يعني سعيد جدا ان موسيماني قبل التحدي ويمسك الفتره دي في النادي الاهلي. ان عنده بطوله، هو خلاص اوريدي فنش الدوري وكسبان الدوري، لكن هو جاي على بطوله فاروق قويه جدا، ان النادي الاهلي كان مركز فيها بشكل كبير جدا، هي بطوله افريقيا. قدر الراجل، عنده ماتشات يعني ماتشين صعبين اللي هو الوداد. عايز اقول لك على حاجه ثانيه، انا شفت النادي الاهلي يعني رجعت في ماتش الوداد بالذات، رجعت له شخصيه البطل، ان انت بتضغط في المغرب وبتقدر تكسب، وبتكسب بره ومكسب كويس جدا، وبتيجي تكسب برضه على ارضك بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه قدر ياخد بطوله افريقيا. الناس كتير جدا بتقول لك ان الاداء مش الاداء، وقلناها 100 مره ان البطوله دي ما بتعترفش بالاداء، انت بتعترف بالبطوله، لان النادي الاهلي كسب البطوله وده كان هدفه انه يوصل لكاس العالم للانديه. الحاجه الثانيه الموسم الجديد ان انا قلت قدر يكسب كاس مصر. الحاجه الثانيه خليني اقول لك ان انت الفتره دي انا قلت ان احنا نحكم على موسيماني من بدايه الموسم ده، لانه على فكره عنده لعيبه كويسه جدا. رجع المعارين اللي كانوا بره، رجع محمد شريف، رجع اكرم توفيق، رجع صلاح محسن، احمد ياسر. الحاجه الثانيه يا فاروق ساعد يعني اللي بسطاني جدا في موسيماني ان قدر ينزل اعمار السنيه للعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده الوقت البديل واثنين وثلاثه ما عدا الباك رايت. نتيجه وادي دجله كابتن، هل شفت ان النادي الاهلي كان غير محظوظ او تفوق او زي ما بقول تألق عبد المنصف حال ان النادي الاهلي يفوز في الماتش ده؟ هو في تألق كبير جدا، يعني كان في تركيز من وادي دجله والكره، ولسه في النادي الاهلي هيتعادل وممكن وارد ان انت تتغلب، لكن مش عشان مباراه تعادل، لكن انت عشان عينك على النادي الاهلي. النادي الاهلي مطالب انه يكسب على طول، لكن مش عشان نتيجه مباراه ان انا اقعد انتقد او ان انا اقعد اقول موسيماني وحش او عمل او سوى. ما انا موسيماني هيكسب الماتش الجاي، هقول موسيماني احسن مدير فني في مصر. هيجي يتعادل برضه كان في غيابات كبيره كابتن، وعندك غيابات كتيره جدا، بس على فكره ما انتش حاسس بيها. انا بامانه يعني حد عشان مش مجموعه اللعيبه اللي شاركت اسامي برضه طبعا. يعني انت مش يعني انت مش حاسس والزمالك برضه نفس الوضع كمان. لا خلي بالك، لا لو انت جيت على الزمالك والنادي الاهلي، النادي كبار يعني انديه كبيره يا فاروق، ما بتقفش على لعيب مهما كان هو مين. انت عندك البديل واثنين وثلاثه. النهارده اللي بيعمله موسيماني النادي الاهلي لما بيجيب لعيب او بيجيب ووتر برالي، يعني النهارده انت بتلعب على بطوله كاس العالم، وليه لا ان انت تكسب؟ ما فيش حاجه اسمها الصحافه او الاعلام بيضغط على النادي الاهلي عشان ياخد بطوله. انا حق ان انا اخد بطوله. النادي الاهلي نادي كبير وقادر ان هو يكسب بالبطوله ويلعب على بطوله الكاس العالم وهياخد بطوله افريقيا. كل ما انت بتلعب على بطولات ان انت لازم تاخدها، انت نادي كبير، فانت عندك امكانيات كبير جدا او امكانيات البطل. ونادي الزمالك بنفس الطريقه، يعني نادي كبير وعنده لعيبه كويسه جدا، وقدر النهارده ان انا بشوف رؤى النهارده بيتالق، بشوف النهارده امام عاشور بيتالق بشكل كبير جدا. بتحس ان مفيش غير ابو الفتوح. اللعيبه ديت ولاد النادي او بيحبوا النادي او بيحبوا عاوزين يعني زي ما بقول بلغه الكوره جعانين كوره يا فاروق. لعيبه الكوره لعيبه كويسه، ما تحسش بالغيابات اللي موجوده، وده شخصيه البطل، يكون عندك لعيب وعندك اثنين وعندك ثلاثه. طيب نادي الزمالك